انعقدت اليوم الدورة السادسة للجنة الوطنية للاستثمارات برئاسة السيد رئيس الحكومة، وصدقت على 56 اتفاقية مشاريع بقيمة إجمالية تقدر 134 مليار درهم، اللي منها 45 مليار درهم كاستثمار خاص، واللي غادي يخدم خلق تقريبا 27 ألف منصب شغل. من هذه المشاريع التي تمت المصادقة عليها 52 مشروع بقيمة إجمالية تقدر 113 مليار درهم، واللي غادي تخلق تقريبا 18 ألف منصب شغل يستفيد من التحفيزات التي يضعها نظام الدعم الأساسي. 4 المشاريع الاستثمارية اللي غادي تخلق 10,000 منصب شغل وتستفيد من نظام الدعم الاستثمارات الاستراتيجية. كما أن اللجنة قد صادقت وأعطت طابع استراتيجي ل3 مشاريع استثمارية في قطاعات حيوية، وتهم هذه المشاريع الاستثمارية 19 قطاع كالصناعة، الطاقة المجددة والسياحة والصناعات والغذائية وإلى ذلك، وتتوزع على 32 عمالة وإقليم في الجهات 12 للمملكة. وهذه المؤشرات تؤكد على أن الميثاق الجديد للاستثمار كيساهم في ترسيخ العدالة المجالية، وكيمكن من خلق فرص استثمار وفرص شغل في كل ربوع المملكة، والحكومة بكل قطاعاتها مستعدة ومنكبة حول مواكبة وإنجاز هذه المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود.